بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلاب ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده احنا هناخد طريقة مبتكرة وجديدة في حل اسئلة الكلام الغير مباشر عن الجملة الاستفهامية، والطريقة دي هتخليك تفهم الدرس بنسبة 100%، وهي اننا هنرجع الجملة لأصل الكلام المباشر بتاعها. والطريقة دي تفيد اكتر طلاب مدارس اللغات او الطلاب بتوع مدارس التجريبي اللي عندهم سؤال ري رايت. وبنعرف ان الجملة استفهامية في الكلام الغير مباشر لو لقيت فعل القول واحد من الاربع افعال دي اللي هم asked او wanted to know او inquired او wondered. وخلي بالك ان asked ممكن يجي وراها مفعول وممكن ما يجيش وراها مفعول، انما الثلاث افعال التانية اللي هم wanted to know و inquired و wondered ما ينفعش يجي وراهم مفعول. يعني لو جه مفعول او مخاطب تختار asked، لو ما جاش ينفع تختار اي فعل من الاربع افعال، ولازم يجي وراهم يا اما if يا اما whether يا اما اداة استفهام. وخلي بالك من whether WH و whether WE اللي هي معناها طقس، عشان ما تغلطش فيها وتضيع درجة تافهة منك. وفي حالة تانية كمان لأسكد اللي هي ممكن يجي وراها to والانفينيتيف في جمل الطلب. لما اشيل كان I او كان you او could you بختار اسكد والمخاطب وبعدين تو والانفينيتيف. وهنقول لك على فكرة بسيطة جدا تخليك تحل الأسئلة المتعلقة بالجملة الاستفهامية في الكلام الغير مباشر وانت مغمض. لو لقيت أو لو عرفت إن السؤال عن جملة استفهامية في الكلام الغير مباشر وكان فعل القول ماضي، ممنوع وجود مضارع وممنوع وجود سؤال. يعني ايه ممنوع وجود مضارع؟ يعني لو لقيت فعل في التصريف الاول زي play او plays او go او goes، او لو لقيت am او is او are او don't او doesn't او has او have، او لو لقيت will او can او shall، بستبعد الاختيار ده من الاجابة. ويعني ايه لو لقيت سؤال؟ يعني لو جه الفعل المساعد قبل الفاعل، يعني لو جه مثلا did he او were you او was she او had I او would he او could they، يعني اي فعل مساعد قبل الفاعل بستبعد الاختيار ده من الإجابة. يبقى أنا أول ما أعرف إن الجملة استفهامية بستبعد المضارع واستبعد السؤال، وبختار الإجابة الصحيحة حسب الزمن اللي موجود عندي. عندنا أول سؤال بيقول Dad asked me، وجايب فراغ وبيقول I scored a good goal. جاب بعد الفراغ فاعل، يبقى دي جملة استفهامية، مش هينفع اختار not to ولا to لأن دول بيجي وراهم infinitive. وبرده الجملة الاستفهامية ما ينفعش اختار فيها that، ويبقى في الحالة دي اختار if. واصل الجملة دي كان Dad said to me do you score a good goal او did you score a good goal. الجملة التانية بيقول the driver asked if. جاب the driver asked وجاب if، يبقى دي جملة استفهامية. استبعد المضارع واستبعد السؤال. لما نستبعد المضارع استبعد كان هي لانها مضارع وسؤال، واستبعد could I لانها سؤال، واستبعد I can لانها مضارع. يبقى في الحالة دي ما ينفيش عندي اختيار صحيح غير اللي هو لتر دي. واصل الجملة دي كان the driver asked، وبعدين اعمل اقواس واقول can you help me. الجملة الرابعة he wants to know if، وبعدين جايب فراغ بقول her lessons now. طبعا الجملة دي لسه منقولة اللحظة دي وفعل القول مضارع. في الحالة دي هستبعد الماضي وبرضه هستبعد السؤال. استبعد الماضي يبقى استبعد she was studying، واستبعد التاني لتر بي اللي هي was she لانها سؤال وماضي، واستبعد is he اللي هي لتر دي لانها سؤال. يبقى الاجابه عندي لتر سي اللي هي she is studying. واصل الجمله دي كان he says are you studying your lessons now. الجمله الخامسه بيقول ايمان asked if I knew that. طبعا جاب asked و if، يبقى دي جمله استفهاميه نستبعد المضارع ونستبعد السؤال. لتر A دي had she دي سؤال نستبعدها. لتر B she has مضارع نستبعدها. ولتر D has she سؤال ومضارع نستبعدها. يبقى الإجابة عندي هي اللتر C. والجملة دي كان أصلها في الكلام المباشر didn't you know that I was ill أو don't you know that I have been ill. الجملة الستة بيقول هدى asked هالة وجايب فراغه بيقول she was doing anything the next day. طبعا دي اسكد هالة وجاب بعد الفراغ شي، يبقى هنا دي جملة استفهامية، يبقى استبعد unless واستبعد that. وهو هنا جاب she was doing anything the next day. بما ان في كلمة anything ما ينفعش اختار what، ما ينفعش اقول له
ماذا تفعل أي شيء. what بتحذف anything، يبقى في الحالة دي الاختيار عندي هو letter B في السؤال السادس. وأصل الجملة دي كان هدى said to هالة are you doing anything tomorrow. الجملة السابعة my grandfather asked me whether I. طبعا احنا برضو جاب asked وجاب whether، يبقى دي جملة استفهامية، استبعد المضارع، يبقى استبعد am واستبعد have واستبعد will، يبقى الاختيار الوحيد عندي اللي هو letter C. والجملة دي أصلها كان my grandfather said to me وجعامل أقواس do you prefer ice cream or fizzy drinks. في السؤال الثامن بيقول مستر أشرف وجايب فراغ وبيقول me if my parents knew where I was. جايب بعد الفراغ مخاطب وجايب بعد منها if، يبقى دي كانت جملة استفهامية، يبقى ما ينفعش told، ما ينفعش wondered ولا inquired، لأن دول ما بيجيش وراهم مخاطب. في الحالة دي ما اختارش غير asked. واصل الجمله دي كان مستر اشرف said to me واعمل اقواس do your parents know where you are. الجمله التاسعه دي اعتذار، بيقول I am sorry، يبقى اختار apologized. الجمله العاشره he said I'll definitely pay. I'll definitely ده اصرار، واحنا عارفين ان الفعل يصر معناه insist، وinsist بيجي وراها حرف الجر on، يبقى الاجابه letter A. الجملة اللي بعدها بيقول نورا has just asked. أول ما ألاقي has just asked يبقى لسه الكلام متقال، هستبعد السؤال واستبعد الماضي وهختار مضارع. لما نستبعد السؤال نستبعد letter A ونستبعد الماضي letter B ونستبعد السؤال letter C، يبقى الإجابة عندنا الوحيدة اللي هي letter D I'll take. وأصل الجملة دي كان نورا has just asked me how long will you take to finish your work. الجملة رقم 12 أحمد usually asks me. طبعا جاب asks برضو مضارع، يبقى استبعد الماضي، استبعد had واستبعد could، وبما ان الاي جمع يبقى اختار enjoy. واصل الجملة دي كان أحمد usually asks me do you enjoy English or French. الجملة 13 بيقول can you وجايب فراغ me why your brother left us. طبعا دي ملهاش علاقة بالكلام المنقول، دي سؤال طلب، والتعبير ده اسمه can you tell me، هل يمكنك ان تخبرني. السؤال رقم 14 بيقول I suggested that he وبعدين جايب فراغ وبعدين with us to the meeting. طبعا اول ما اشوف suggested انا عندي حاجة من 3 اختيارات، يا اما suggested يجي وراها ing على طول، يا اما يجي وراها ذات وبعدين الفاعل والانفينيتيف ايا كان الفاعل ده سواء مفرد او جمع، يا اما يجي وراها ذات وفاعل وشود والمصدر. طبعا هنا هو جايب ذات هي، في الاختيارات عندي جو از جوينج وجوينج و تو جو. طبعا لما يجيب ذات هي ما ينفعش اختار جوينج، يبقى الاختيار عندي اللي هو لتر ايه جو. السؤال رقم 15 ذا بوليس سيد، وهنا ده كلام مباشر مش غير مباشر، وفي النهي في الكلام المباشر بستخدم دونت، يبقى الاجابه لتر سي. السؤال رقم 16 احنا شرحناه بالتفصيل في المعلومه اللي فاتت، هنسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في التعليقات. نركز بقى في الاسئله اللي جايه دي لان دي اسئله اللونج مان واسئله الامتحانات السابقه. عندي السؤال رقم 21 بيقول نو وان نوز. ركز في الافكار دي كويس. نو وان نوز، نوز مضارع يبقى استبعد الماضي، تمام، واستبعد السؤال. استبعد was she لانها سؤال وماضي، واستبعد is she لانها سؤال، واستبعد she had لانها ماضي، يبقى الاختيار عندي she is مضارع. السؤال رقم 22 حاتم اسكد وجايب فراغ وبعدين جايب اور نوت. اول ما تشوف اور نوت بعد الفراغ تختار whether، ما ينفعش نختار if. واصل الجمله دي كان حاتم اسكد وجعامل قوس will you join the trip to the pyramids. السؤال رقم 23 تامر نقط me why I had traveled to London the week before. هو هنا جايب بعد الفراغ مخاطب وجايب بعديها why اداه استفهام، يبقى دي كانت جمله استفهاميه، يبقى يا اما اسكد يا اما wanted to know يا اما inquired يا اما wondered. وقلنا ان اسكد الوحيده اللي بيجي وراها مخاطب لان موجود مي، يبقى اختار اسكد. واصل الجمله دي كان تامر said to me why did you travel to London last week. السؤال رقم 24 بيقول ياسر asked the tourist وجايب فراغ وبعدين بيقول he came from. اصل الجمله دي كان ياسر said to the tourist وبعدين اقواس where do you come from، من اين اتيت، يبقى الاجابه letter B.
الجملة رقم 25 بيقول سمير asked me how وبعدين جايب فراغ وده problem alone. طبعا دي سؤال منقول في جملة استفهامية لأن جايب asked وجايب أداة استفهام، يبقى استبعد المضارع زي ما قلنا واستبعد السؤال. يبقى هنستبعد لتر A عشان مضارع وسؤال، ونستبعد لتر B لأنها سؤال had I، ونستبعد لتر D لأنها مضارع will. يبقى الإجابة عندي لتر C. وأصل الجملة دي كان تامر said to me how have you solved the problem alone. الجملة رقم 26 بيقول رامي أسكد عمرو وجايب فراغ وبعدين بيقول going for his holiday. طبعا ديت سؤال منقول فاستبعد زي ما قلنا المضارع واستبعد السؤال. يبقى استبعد لتر بي لأنها where is he مضارع وسؤال، واستبعد لتر سي لأنها where was he دي سؤال، واستبعد لتر دي لأنها مضارع where he is. يبقى الإجابة عندي اللي هي لتر A when he was. وأصل الجملة دي كان رامي أسكد عمرو وعامل أقواس when are you going for your holiday. الجملة رقم 27 رنا أسكد فاطمة if، برضو جايب أسكد وجاب if، يبقى استبعد المضارع واستبعد السؤال. يبقى استبعد does he لأنها مضارع وسؤال، واستبعد did she لأنها سؤال، واستبعد she knows لأنها مضارع. يبقى الإجابة الوحيدة عندي she knew. واصل الجملة دي كان رنا said to فاطمة did you know that our friend علاء was ill. الجملة رقم 28 بيقول محمد denied وبعدين جايب فراغ وبيقول the mirror of the car. طبعا هنا الجملة ديت كان اصلها محمد said I didn't break the mirror of the car. يبقى يا اما اختار deny that والفعل في التصريف الثاني، يا اما اختار deny ويجي وراها اي ان جي. يبقى الاجابه الوحيده اللي عندي لتر دي اللي هي breaking. الجمله رقم 29 بيقول the manager asked the secretary she had sent the email or not. طبعا اول ما اشوف or not يبقى اختار يا if يا whether. لما تيجي في الاخر يبقى الاختيار اللي عندي whether. وخلي بالكم لانكم كلكم بتغلطوا في weather الطقس وweather اللي هي اذا او لو. يبقى weather B دي معناها طقس، انما الاجابه اللي عندنا اللي هنختارها لتر دي اللي هي weather اللي هي اذا. السؤال رقم 30 هنا اسكت ايمان if. برضو هنا جايب اسكت واف يعني دي سؤال، يبقى سؤال منقول، يبقى استبعد المضارع واستبعد صيغه السؤال. يبقى استبعد she is واستبعد is she واستبعد was she اللي هي لتر دي. يبقى الاجابه الوحيده عندي لتر C اللي هي she was going. واصل الجمله دي كان هنا اسكد ايمان واعمل اقواس are you going to the club tonight او this afternoon. الجمله رقم 31 بيقول احمد وجايب فراغ وبعدين بيقول his brother to give him a lift to work because he was late. الجمله دي طبعا طلب زي ما قلنا في اول الدرس ان لما يكون في طلب بستخدم ask اللي هي معناها طلبه. اصل الجمله دي كان احمد said to his brother can you give me a lift to work because I am late. يبقى هنا بيقول له can you طلب منه يعني، يبقى استخدم او اختار asked اللي هي لتر A. السؤال الاول بيقول محمد وجايب فراغ وبعدين بيقول me if I enjoyed my mid-year holiday. طبعا هنا جايب مخاطب بعد الفراغ وجاب if، يبقى دي كانت سؤال كانت جمله استفهاميه، يبقى اختار asked لان جاب مخاطب ما ينفعش اختار inquired. واصل الجمله دي كان محمد said to me او محمد asked me did you enjoy your mid-year holiday او do you enjoy your mid-year holiday. الجمله اللي بعدها نفس الجمله بالظبط بس ما جابش مخاطب، يبقى اختار asked او inquired لان جايب if، يبقى دي كانت سؤال زي ما قلنا، يبقى الاثنين ينفعوا اللي هي الاجابه بتاعتنا لتر دي اللي هي B و C. بالنسبه للسؤال الثالث والرابع بيقول she wanted to know وبعدين جايب فراغ بيقول I was doing. والسؤال الرابع بيقول she wanted to know وبعدين جايب فراغ بيقول I was doing anything. طبعا في الجمله الاولى اصل الجمله كان she said وبعدين اقواس what are you doing. يبقى الإجابة عندي لتر دي اللي هي what. والجملة الرابعة بيقول she wanted to know I was doing anything، يعني الجملة دي كان أصلها she said وبعدين أقواس are you doing anything، لأن ما ينفعش أختار what وكلمة anything موجودة لأن دي هي أصلا إجابتها. كأني بقول له مثلا اسمك إيه يا أحمد، ما ينفعش أقول له ماذا تفعل أي شيء. يبقى الإجابة عندي
لما دي كانت سؤال بهل are you doing anything يبقى اختار if او whether، والاجابه تبقى letter C اللي هي A and B. بالنسبه للجمله الخامسه بيقول my father asked نقط I had been. my father asked where I had been ولا who I had been، ولا احاول اترجم. او بابا سألني اين كنت ولا من كنت ولا اذا كنت ولا متى كنت. طبعا المعنى الوحيد اللي يكتمل ويدي منطق اللي هو اين كنت، واصل الجملة دي كان my father said واقواس where have you been. الجملة الستة my father asked وبعدين جايب بعد الفراغ I had been busy or not. اول ما اشوف or not يبقى دي كانت سؤال بهل، يبقى اختار if او whether. موجود عندي if يبقى اختار if. والجملة دي كان اصلها my father asked وبعدين اقواس، وبعدين كان قايل were you busy وبعدين اقفل اقواس. الجملة السابعة بيقول my father asked وبعدين جايب فراغ بيقول I had been visiting. اكمل احط كلمة الاستفهام واكمل المعنى كده. ابي سألني اين كنت ازور ولا من كنت ازور ولا هل كنت ازور ولا متى كنت ازور. طبعا الاختيار الوحيد اللي ينفع ويدي سنس اللي هو لتر بي، يبقى الاجابه عندي لتر بي. واصل الجمله دي كان my father said او asked وبعدين اقواس who have you been visiting او who were you visiting. الجمله الاولى بيقول the reporter asked if the firefighters were saving that child. طبعا هو عايز الكلام ده اتنقل، يبقى عايز ظرف بعيد، يبقى اختار then، ما ينفعش اختار tonight ولا now ولا today. والجملة دي كان أصلها the reporter asked وأقواس are the firefighters saving that child now. الجملة التانية بيقول the reporter asked if the firefighters had saved that child وعايز ظرف ينفع مع زمن الماضي التام. احنا عارفين ان لما الاقي had والتصريف التالت اختار يا اما before يا اما previous يا اما the last، يبقى عندي الاختيار هو letter C. واصل الجملة دي كان the reporter asked وبعدين أقواس did the firefighters save that child yesterday. الجملة الثالثة بيقول منا asked بسنت how بعد الفراغ travel to Cairo. احنا قلنا لما الاقي asked وراها سؤال او اداة استفهام يبقى دي كلام منقول فيه الجملة الاستفهامية، يبقى اشطب على المضارع واشطب على السؤال. يعني اشطب على لتر A عشان will she دي سؤال ومضارع، واشطب على لتر B عشان she will مضارع، واشطب على لتر C عشان would she سؤال. يبقى الإجابة الوحيدة الموجودة عندي she would. واصل الجملة دي كانت منا said to بسنت how will you travel to Cairo. الجملة الرابعة بيقول منا اسكس بسنت، جاب اسكس ده مضارع، يبقى اشطب على الماضي واشطب على السؤال. يعني اشطب على will she واشطب على would she واشطب على she would، والاختيار الوحيد عندي she will. الجملة اللي بعدها بيقول I asked my what كذا doing، برضو asked و what يبقى اشطب على المضارع واشطب على السؤال. اشطب على لتر بي واشطب على لتر سي واشطب على لتر دي. الاجابه الوحيده عندي she was. والجمله دي اصلها I asked my وبعدين اقواس what are you doing. وهنسيب لكم الاسئله دي تحلوها في التعليقات. اعتقد ان الطريقه اللي كنا بنحل بيها هتخليكم تحلوا الاسئله دي بكل سهوله. لو الدرس استفدت منه وعجبك تعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك الدروس اول باول. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.